هنعمل اجمل طاجن ام علي، طريقه سهله وبسيطه بالجلاش. العجينه الاصليه لطاجن ام علي هي الباف باستري. طب هي طريقه عجنها ازاي؟ بميه ودقيق وما بينها طبقات زبده. طيب الجلاش ميه ودقيق واحنا هنحط الزبده ونحمر الجلاش، واصبح النتيجه قريبه جدا من الباف باستري اللي هو بيتعمل بيه ام علي. هنشوف الطريقه مع بعض. جبنا كده نص لفه جلاش وهنبتدي نكسرها بالشكل ده في صينيه. تبقى سهله لو انت مطلعاها من الفريزر. لو مش مطلعاها من الفريزر هتجيبي بلانشه وتقطعي بالسكينه بالشكل دوت. اهم حاجه ان انت تفصلي الرقات عن بعضها كويس جدا. هنحط عليها 6 معالق سمنه او زبده ونقلبها كويس. وزي ما قلت لك لو في اي يعني عجينه لاصقه في بعضها كده تبتدي تفرقيهم عن بعض تماما. وعلى النار يا اما في الفرن هتبتدي تولعي الفرن وتدخلي الصينيه دي كده الفرن لحد ما تتحمر معاكي، يا اما على البوتاجاز هتحمريها كده من وقت للتاني مع التقليب المستمر. هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. ما ننساش يا جماعه نصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله. طول ما احنا بنعمل كده اكلنا ونسمي الله دايما اكلنا هيطلع جميل جدا جدا. بصوا انا خدت وقت كتير عقبال لما انا حطيت الزبده بالشكل ده عشان افرق ورق الجلاش عن بعضه بالشكل ده. حطيت بقى 3 معالق سكر بودره وقلبته لان عجينه الجلاش بطبيعتها بتبقى مالحه شويه، فحبيت ان انا اقلبها بالسكر مع الزبده تدينا طعم احلى. طول ما انا بقلبها برضو بفكها من بعضها، لو في اي حاجه لاصقه في بعضها بفكها من بعضها كويس. ادتنا النتيجه الجميله دي زي ما انتم شايفين. حمرتها كويس وشلتها في علبه. تقدري تعملي كميه كبيره وتشيليها في التلاجة او بره التلاجة، هتديكي نفس القرمشه والطعم الجميل لفتره طويله. جبنا البرام هنحط فيه الجلاش المتحمر بتاعنا. خلي بالكم الجلاش فيه سكر، يعني احنا بنحط اللبن نخلي بالنا من كميه السكر، يعني احنا ممكن ما نحط السكر خالص في اللبن. تمام. حطينا معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره وباكت فانيليا ونقلبهم كويس. وحطيت معلقه صغيره سكر. تمام. وهنقلبهم كويس وننزل بيهم على برام ام علي. هيحتاج لبن تاني هحط له لبن تاني. ايوه كده طعم كده حلو جدا. ومعلقه قشطه وندخله تحت الشوايه ياخد وش. بعد ما ياخد وش هنحط عليه المكسرات بالشكل ده. تقدروا تقلبوا المكسرات جوه الجلاش هتبقى طعمها برضو جميل حسب المتاح والموجود عندك. استخدمي بقى معانا بالشكل ده طعمها في منتهى الجمال. عملت برام بلبن حطيت عليه باكت فانيليا وكريم شانتيه ولبن بودرة، وفي برام تاني عملته باللبن بس، وهنشوف الفرق ما بين الطعمين. ده كده البرام اللي عملناه الاول بالكريم شانتيه واللبن البودرة والفانيليا. طعمه كان في منتهى الجمال بأمانة تحفة. حتى عجب ولادي جدا وقالوا احسن من بره. يعني هو ادوني تقييم ان البرام هنا في البيت الحمد لله بالجلاش احلى من بره. عملت برام تاني باللبن بس وكان طعمه حلو جدا. تقدروا اقل حاجه اقل ما يمكن يعني بابسط المقادير ان احنا نعمل، او ابسط الامكانيات ان احنا نحط بس باكت فانيليا. تمام. ممكن تحطوا لبن وباكت فانيليا. السكر بقى تظبطوه حسب الرغبه. خلي بالكم ان الجلاش كان فيه سكر. تمام. وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقه هتعجبكم جدا. سهلناها وبسطناها وعملنا اجمل ام علي في البيت. ما تنسوش اللايك والمتابعه والمشاركه للفيديو وتعليق جميل منكم عشان بيفرق معايا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.